اسمع، برايم مينيستر اوف مروكو خاصو يكون هو فوزي القجع. هاد الحكومه اللي غادي نشدوها، وهاد الحكومه ديال المونديال ما كانش فيها رجل كفاءه، رجل ذو خبره، رجل تقني، رجل متمكن مخضرم سياسي محنك، زائد الضمير المهني والوطني. شفنا الاوراش الكبرى كيفاش تحطات على حقها وطريقها في مجموعه من البنى التحتيه متعلقه بالرياضه. شفنا كيفاش تمت تحييد مجموعه من العراقيل. شفنا كيفاش مايد اين مروكو ولا التسويق ديالها كبراند في العالم. شفنا كيفاش ولاو شركات عالميه كيتهافتوا على المغرب من خلال الرياضه والسياحه الى غير ذلك. حنا كنقلبوا على رجل التوافقات. كاين اللي ما فاهمش، كاين اللي كيقول لك يا ودي دخلتوا في الديمقراطيه، دخلتوا في الانتخابات وبديتوا كتقولوا لنا ها اللي خاص يكون، اذا علاش حنا غادي نديروا انتخابات؟ اش كتخربق، اش كتخربق؟ كاين البوليتيكال برودكشنز، كاين ما يسمى بالتوقعات السياسيه، كاين ما يسمى بالاستطلاعات ديال الرأي. هادشي عند الناس اللي عندهم ما يسمى بالديمقراطيه، اللي عندهم كيامنوا بالمؤسسه والدراسه. كاين ما يسمى التحليلات بناء على التموقع ديالك رجل سياسه ثقيل خاسر جاب ذنك من القاع الخابئه. اما الناس اللي كتامن بنظريات المؤامره والقناديح والقندوح وكذا وهذه، علاش؟ لان المحيط ديال الملك من حقه انه يستشرف المستقبل. المحيط ديال الملك من حقه يعرف الامن ديال البلد والامن القومي ديال المغاربه فين غيكون. وحنا في مرحله انتقاليه كبيره، خصنا المحاسبه. هذه الحكومه ديال المونديال راها غير قنطره، باش نكون واضح، قنطره باش نصفيو البيت الداخلي. ان الاحزاب الاداريه ولا الاحزاب التقليديه ولا الاحزاب ديال الكوكوط مينوت ولا الاحزاب ديال سطح حمص ما قدراتش تنتج لنا سياسي مخضرم عنده خطاب قادر على الاقناع الشعبي. نديروا الان واحد الاستطلاع ديال الراي، نخرجوا للساحه، نخرجوا للميدان، نخرجوا عند الشعب الشريع، نسولوهم على شكون ذو الكفاءه والسياسه. غادي يقول لك ما كنثيقوا في حتى شي واحد من بعد المؤسسه الملكيه. اذا هذا اللي جبد القناديح والقندوح راه الشعب تيقيس، راه الشعب تيشوف، راه الشعب عنده القدره على التمييز والنقد، وتيقول لك المؤسسه ديالنا الملكيه ديالنا ما كرهناش يكون هو البيت الاول والاخير والبيت ديال القصيد. اذا هي مساله اختيارات. نعم، شكون اللي قال لك ماشي مساله اختيارات؟ هي مساله توافقات وانتخابات. ولكني راه من غدير الانتخابات وغادي واحد الحزب يتصدر المشهد، جلاله الملك طبقا للفصل 47 من الدستور ديال 2011 هو اللي غادي يختار لنا الرجل اللي غيمثل المرحله والحكومه ديال المونديال اللي كلشي كيتهافت عليها. من هنا ملي غيتم الاختيار ديال الرجل وفوزي القجع ولا مولاي حفيظ العالمي ولا غيره، غادي نختاروا وغادي تتم التشكيله ديال الحكومه بناء على الاختيار والتعيين ديال رئيس الحكومه، اما حكومه تكنوقراط ولا حكومه ذات كفاءات ولا حكومه ذات وزاره. وبالتالي الحكومه ديال الكفاءات هي الاقرب الى ضمير الشعب، لانه ما يمكنش تجيب لي انا يا واحد كيغني مهبول انا وتحطه في منصب سيادي. ما يمكنش انا تجيب لي واحد كان عنده دكان في واحد الوقيته ولا وزير ديال واحد القطاع. فوزي القجع دار لك طفره اقتصاديه، فوزي القجع دار الاصلاح في المنظومه الماليه العموميه، فوزي القجع عنده خبره اداريه، جا من واحد المنصب اداري كبير عالي في وزاره الاقتصاد والماليه. فوزي القجع تمكن على انه يصدر الكره المغربيه وسد الصوره ديال الكره المغربيه على شكل براند.